لو فاكر انك بطل عشان بتنزل فيديوهات ومحدش بيشوفك فانت غلطان. انت مجرد رقم ضايع في زحمة اليوتيوب. النهاردة انا مش جاي اعلمك، انا جاي اهين الكسل اللي جواك اللي مخليك فاكر ان المحتوى الهادف لازم يكون ممل. ليه التافهين بينجحوا؟ عشان هم اذكى منك في فهم غريزة البشر. المشاهد بيحب يحس بفضول، بيحب يتصدم، بيحب يكره، وانت بتقدم له محتوى مؤدب زيادة عن اللزوم. في الفيديو ده هحط ايدك على الجرح واوريك السبع خطايا اللي بتعملهم وبيموتوا قناتك وهي في الصفر. أول غلطة بتموت فيديوهاتك هي إنك محترم زيادة. بتبدأ بالسلام عليكم أنا فلان وقناتي عن كذا. المشاهد داس على الفيديو عشان العنوان مش عشان يتعرف عليك. التافه بيبدأ في فيديوهاته بشوفته اللي حصل أو أنا كنت هموت. أنت لازم تتعلم إنك تخطف المشاهد من رقبته في أول 5 ثواني. لو معداش أول دقيقة والمشاهد موجود، اليوتيوب هيرمي الفيديو بتاعك في الزبالة حتى لو بتقول فيه أسرار الكون. عارف ليه فيديوهات المقالب بتجيب أرقام فلكية؟ عشان بتستفز الناس يكتبوا ده تمثيل. صاحب الفيديو عارف إن ده تمثيل، بس هو عاوزك تكتب كده. هو بيستفز إيجو المشاهد عشان يفتكر إنه أذكى من صاحب الفيديو، فيدخل يكتب تعليق. التعليقات هي الوقود اللي بيخلي خوارزميات اليوتيوب يعلي الفيديو بتاعك، يفتكر إن الفيديو نار. أنت بقى بتخاف تغلط، بتخاف تقول أي رأي مثير للجدل، فبتطلع فيديو ملوش طعم ومحدش بيعلق عليه. تعلم تسيطر على عقول الناس مش بس تقدم لهم معلومة. بص على القنوات دي بيعملوا ايه؟ بيستخدموا ألوان فاقعة في الصورة المصغرة، بيحطوا أسهم حمراء ملهاش لازمة، بيكتبوا عناوين كاذبة. أنا مش بقولك اكذب، أنا بقولك استخدم بهارات النجاح. لو عندك معلومة ذهبية وغلفتها في ورق جرايد قديم محدش هيشتريها، غلفها في علبة فخمة ومستفزة، والناس هتدفع عمرها عشان تشوفها. ده اللي بيفرق بين صانع محتوى وموظف محتوى. في ناس منكم لسه ما بدأتش عشان مستني الظروف تتحسن. ده نوع تاني من الاستعباط الذاتي. التافه بيبدأ بموبايل معفن وبيصور في الشارع وبيعمل فضايح وبيركب الترند، وانت قاعد مستني الكاميرا الفول فريم. انت مش محتاج امكانيات، انت محتاج شخصية. الناس بتتابع شخص مش بتتابع كاميرا. فلو شخصيتك مملة وما عندكش كاريزما الاستفزاز والثقة، فمحدش هيتابعك حتى لو صورت في هوليود. في 2026 المنافسة هتبقى أشرس. الذكاء الاصطناعي هيعمل محتوى أحسن مني ومنك في 5 ثواني فقط. الحاجة الوحيدة اللي مش هيعرف يعملها ال AI هي الروح المستفزة اللي أنا بكلمك بيها دلوقتي. الشركات بتدور على القادة مش الفشلة. فلو عاوز الرعايات والفلوس لازم تكون الشخص اللي الناس بتقعد تستناه عشان تتفق معاه أو تختلف معاه في الرأي. المهم إنهم مش بيقدروا يتجاهلوه. أنا خلصت كلامي. فلو أنت لسه محبط فأنت حقيقي ما تستاهلش إنك تنجح. لو شحنت طاقة وعاوز تبدأ بجد، استنى فيديو المونتاج اللي هوريك فيه إزاي تحول الهبد ده لفن فيروسي. انزل قولي في الكومنتات دلوقتي انت من انهي فريق، المثاليين المملين ولا المستفزين الناجحين؟ اشترك لو قلبك ميت. رمضان كريم. سلام.